وكان عايش البارون في القصر هو وعيلته من غير أي مشاكل، لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. بنت البارون اللي اسمها آن اتعرفت على بنت صاحبه اللي اسمها سليفيا، وكانت سليفيا دي من عبدة الشيطان، وعطت آن هدية عبارة عن لوحة لصليب مقلوب، ومعروف ان رمز الصليب المقلوب يخص عبدة الشياطين. واخدت آن اللوحة وعلقتها في اوضتها، ومن وقتها وكله لاحظ تغيرات على آن في شخصيتها وشكلها وتعاملها معاهم. وكان من ضمن الحاجات اللي لاحظوها ان آن وسيليفيا واصحابهم كانوا بيتجمعوا في قبو القصر، وبالتحديد في الأوضة اللي البارون مانع أي حد إنه يقرب منها. وكانوا أول ما يدخلوا بيشغلوا أغاني بصوت عالي. وطبعا آن ما كانتش بتجمع صحابها في الأوضة دي إلا والبارون مسافر، وكانوا بيذبحوا الحيوانات والطيور وخصوصا الخفافيش جوه الأوضة. ومن الحاجات الغريبة اللي كانوا بيعملوها إنهم كانوا بيمسكوا الكتب الدينية ويقرأوها بالمتشقلب ويدوسوا عليها كمان، وتبدأ ساعتها الحاجات الغريبة تحصل واحدة ورا واحدة.